السلام عليكم، مرحبا بكم اخواتي من جديد على قناتي قناه الطبخ المغربي. اليوم وصفتنا سهله، هي عباره عن بانكيك بالبرتقال، كيجي رائع في المذاق. وبالنسبه للمكونات يعني بساطين، غنحتاجو 220 مليلتر من عصير البرتقال، 2 حبات من البيض، نصف كأس من الزيت، ملعقتان من سكر سنيده، قشور برتقال، وجوج خمارات حمرين، وقليل من الملح. بالنسبه للدقيق عندي 200 غرام من الدقيق الفورس، الدقيق الابيض. بالنسبه للزيت انا عندي 6 المعالق، يعني ما يعادل نص كاس. اولا غنوضعوا البيض في الخلاط الكهربائي، كنضيف له 2 معالق كبار ديال سكر سنيده، و220 مليلتر من عصير البرتقال، يعني كاس العنبه وواحد شوي يعني نص. غنضيفو 6 المعالق ديال الزيت، غنضيفو قشور البرتقال، غنخلط الكل جيدا. من بعد هذا باش نضيف ليه الدقيق انا غنخلط الخميره مع الدقيق. كما قلت عندي الدقيق 200 غرام، اي ما يعادل 2 كيسان ديال العنبه. الدقيق كما كتشوفوا انا ما درتوش يعني دفعه واحده، قسمته لدفعات. كنخلط الكل جيدا في الخلاط الكهربائي، كنبقى نزيد بشوي الدقيق. من بعد ما خلطته يعني هكا جيدا، كنتاكدوا بان الكويرات ديال الدقيق ما كيبقاوش. هذا هو يعني الخليط ديالنا كيفاش القوام ديالو. من بعد انا هنا عندي مقلاة غير لاصقه، كنحطو على نار مهيله، كنوضعوا كيف ما شفتوا يعني في الصوره مغرف من الخليط على نار مهيله، كنتينيو ليه حتى كيتثقب بحال شكل البغرير. عاود كنقلبوه، لكن النار كيف ما قلت قد ما كانت قليله يعني قد ما كان احسن. المقلاة انا راه ما دهنتها لا بزيت لا بزبده. كما كتشوفوا كنخلط ونخوي الخليط بلا يعني ما ندهن بشي ماده دسمه. على نار مهيله كيف ما قلت، كتشوفوها كتثقب يعني لا خطرها، غير كتبان لينا تقبات ونشفت من الجوانب. صافي تنقلبها، كنعاود نقلبها على الوجه الاخر. مني كنقلبها ما كتاخذش لنا وقت يعني طويل، نردو مع البرد غير كيطيب. والعافيه راها قليله. صافي كنستمر بهذه الطريقه تنكمل العجينه اللي عندي دائما على نار مهيله. كما كتشوفوا كتثقب يعني على خطرها. صافي غير كنشوف الجوانب هكا نشفو، صافي كنقلب. صافي نكمل بنفس الطريقه، نكمل العجين اللي عندي نقدم لكم يعني في الطبق النهائي. هذا هو الشكل ديال البانكيك ديالنا. من بعد ما كملتو يمكن لكم تحطوا على هذا الوجه، كما يمكن لكم يعني تحطوا على هذا الوجه. انا كيعجبني هذا الوجه، هذا كيبان يعني لون واحد. كنقدم لكم بالصحه والراحه. يمكن لكم ترافقوه يعني بعسل، كونفيتير، بشوكولات، مهم كيبقى لكم كامل الحريه. قدموه بالشكل اللي بغيتو، كيجي رائع بالمذاق البرتقال. ما نقولش لكم يعني اللذه اللي كتكون فيه. كنتمنى تجربوه وتدعموني وديروا لي لايك. والسلام عليكم، حتى الحلقه الماجيه ان شاء الله.